يقولون زينب سلام الله عليها، يقول لما وصلوا للشام، وصلوا ايش وقت؟ المغرب وصلوا للشام. هسه انت باوع بقلبك على الموضوع. اي وصلوا المغرب للشام. لما وصلوا المغرب وصل الامر الى اللعين، قالوا له ندخلهم، قال لهم لا، المغرب ما حد يشوفوا، ناس ماكو. فدخلوا زينب واخوات زينب، دخلوا الرؤوس الصبح، دخلوهم على باب الاسواق، على باب الساعات هناك بالشام. اصعب شيء مر على اهل البيت هو الشام. هنا زينب سلام الله عليها وقفت المغرب، وقفوا يمها العلويات، وش قالت؟ اي قالت لا تجبرنا يا شام النوايب، ندخل لك سبياتي وغرايب، لا تجبرنا يا شام النوايب. حتى ماذا تبكي دمك، إذا ما تبكي هم دمك. إيه لا تجبرنا يا شام النوايب، ندخل لك سبياتي وغرايب، بلا رخصة من أهلنا ويسامحنا الكفلنا، ندخل لك سبياتي وغرايب، ندخل لك سبياتي. دخلت زينب على مجلس ابن زياد عليه لعان الله، على مجلس يزيد عليه لعان الله. ايش قالت؟ قالت عراك عراك الله من الشرف اليوم. اي انا عراك 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 الله من الشرف اليوم، عراك 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 ويظل طول الزمن مذكور، عارك عراك عراك تشيل ايدك علي وصرت، عراك 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 ولك ما بينت بالغاضرية. اخ كل شيء استحى من عنده، بس الصرخة على الحسين والبكي لا تستحى من عنده. يا ولك ما بينت بالغاضرية، يتكلم بكلمات لا ترضي الله تبارك وتعالى. ايش قالت زينب؟ قالت حرمه 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 حديث الما يجي الحسين، حرمه حديث الما يجي الحسين، حرمه 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 ولنا في أسطر القرآن بويا حرمة. زينب تقول أنا ما كنت بدي، أيوة حرمة حرمة علي والعاص يرفش بين يديه، وكفو هي علي والعاص يرفش بين هدية سماحة الشيخ وسماحة الشيخ ولكل خدام الحسين. زينب سلام الله عليه رجعت ويا تلقى محمد بن الحنفية. ايش قالت زينب؟ ايش قالت؟ قالت يا محمد بطيت شلون وعلى حدنا سدت عيله، كبر الطايفة مذبوح وما عنا زلم تتعنى وتشيله. اخ يا محمد بطيت شلون
تتعنى وتشيله. قوموا